قصتنا اليوم غريبة، أتوقع أول مرة تسمعونها. هل مرة في واحد يحسدك؟ الحاسد المأجور، واحد يعطي عين. صدمت بالموضوع، لا عنده مكتب ومواعيد. قال لا لا الموضوع كبير الظاهر. قبل لا نبدأ خلوني أعتذر منكم اليوم. زين ليش؟ المفروض هذه الحلقة تكون مقابلة شخصية مع ضيفنا في هذه الحلقة، ولكن لأسباب خاصة فيني، مو خوف ولا تهرب، ولكن لسبب خاص فيني حبيت اني انا اقول لكم القصة. اليوم ما راح تشوفون ضيف قدام الكاميرا، ولكن هذه القصة جتني من شخص يعرف الضيف معرفة شخصية. بعد ما تسمعون القصة عاد بيكم تقولون لي هل قراري كان صح أم خطأ؟ زين، تتوقعون قصتنا اليوم عن قاتل مأجور ولا شخص يسوي جرايم ويخطف الناس مقابل فلوس؟ أكيد لا. قصتنا اليوم غريبة، أتوقع أول مرة تسمعونها. اليوم قصتنا عن الحاسد المأجور. الحاسد المأجور واحد يعطي عين، نعم واحد يحسد مقابل مال. تابعونا وراح تسمعون التفاصيل، بس لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. طبعا في هذا الزمن اللي صار فيه كل شيء قابل للبيع للأسف، صار الزمن زمن تباهي بالسوشيال ميديا. تخيلوا في ناس تأجر قطاو، ليش؟ عشان تصورها. في ناس تأجر سيارات عشان تتباهى. كل شيء قاموا يشتغلون فيه، كل شيء قاموا يبيعونه. ولكن صاحب قصتنا اليوم حب يستثمر أمر ثاني. يوم قال لي الشخص اللي أعرفه أنا عن هذه القصة إنه المفروض نقابله، صراحة ترى بديت أضحك أول شيء بالبداية، بس شوي شوي وهو قاعد يقول لي التفاصيل، أنا بيني وبين نفسي قاعد أقول عين ومكتب ومراجعين صدقك. وهو قاعد يتكلم يا اخوان ترى انا صدمت بالموضوع. حسب ما نقل لي، طبعا هو ترى مو دجال ولا حاط له لحيه وحاط له بخور ويقط عليه ملح ويطلع دخان، لا عنده مكتب ومواعيد، شغل مرتب وشكله مو غريب انك تشك فيه، ولا حاط له لوحه وراسم عليها رسمه عين. القصه بدت في نهايه التسعينات اول الالفينات. شو الموضوع؟ موظف من فئه البدون يعمل في احد الشركات. داخل الشركه قاعد تصير له مشاكل. شنو المشاكل؟ واحد من الموظفين قال ترى فلان عينه حاره، وانتشر الامر هذا داخل هذه الشركه. شوي عنده صديق انكسرت ايده، قالوا فلان حاسده. واحد اندعمت سيارته، قالوا فلان حاسده. واحد صارت له مشكله، قال له كله منك وانت عينك حاره. الموضوع هذا وصل الى مدير الشركه. مدير الشركه بينه وبين نفسه الشركه قامت تخسر، قال لا لا الموضوع كبير الظاهر، هذا صدق عينه حاره. فناداه قال له حبيبنا كم مستحقاتك؟ تفضل مستحقاتك وتوكل على الله، ما ابي اشوفك بعد في الشركه. طبعا هذا الشخص راح بيتهم قاعد زعلان. اصدقائه اللي حوله دروا في الموضوع. جاء احد الاصدقاء قال له ليش ما تستثمر عينك؟ قال استثمر عيني؟ شلون استثمر عيني؟ قال له تحسد بفلوس. قال له شلون احسد بفلوس؟ قال احط لك اعلانات ويدقون عليك الناس وتقول انا عيني حاره حسد فلان، جرب انت مو خسران شيء، انت قاعد ما عندك شغل. قال له يبا شورك وهدايه الله. طبعا ما اظني فيها هدايه من الله، بس هذا اللي قال. وبعدين بدا يسوي اعلانات ويلزقها بالشوارع، عرفتوها اللي عند الاشارات هذه اللي يلفونها بسيم واللي يحطونها في الاماكن هذه، بوسترات والشغلات هذه قام يحطها. ايامها كان في المنتديات، ما المنتديات مو نفس وضع السوشيال ميديا في وقتنا الحالي، ولا كان الانتشار كبير. المهم بدا اللي قام تجي اتصالات، اتصال ورا اتصال ورا اتصال، فقام يشتغل وياهم. الناس ما كانوا واثقين فيه، زباينه ما كانوا واثقين فيه. فكان شو يسوي؟ يقول لهم انا احسد لكم الشخص الفلاني مقابل 50 دينار، لا تعطوني الا لما يصير هذا الشيء. وبالفعل قاموا الناس، واحد واثنين وثلاث وعشرة، وللاسف انه يكون زباينه اغلبهم معلمات مربيات للاجيال. المهم كان ياخذ 50 دينار، يدقون عليه احسد لنا فلان، اذا حقق النتيجه يعطونه فلوس. طبعا هذا الشخص ذاع صيته، الشيء اللي فيه شر دائما ينتشر، وانتم كلكم تدرون بالأخبار والأشياء اللي تنتشر، الأشياء اللي فيها مشاكل. تلاقون بالجرايد الناس أول ما تفتح الجريدة قبل يطالع شنو؟ الوفيات، يطالعون الحروب الفلانية، ما يقول لك فلان تزوج، فلان نجح، فلان كذا. فانتشر هذا الموضوع في منطقته مبدئيا، وهو كان ساكن في أماكن شعبية في دولة الكويت. لا هني كثروا الزباين، ايش قام يسوي؟ قام يتدلل، قام يتشرط. يا اخوان فتح له مكتب ومواعيد وناس تجي وزباين عنده، وقام يسوي عروض. قبل اول بدايته كان اذا حقق نتيجه، اذا حسد وتحققت النتيجه يجون يعطونه فلوس. الحين لا، لازم يجي الشخص يدفع له 100 دينار ويشتغل له، واذا تحققت النتيجه تحققت، ما تحققت يقول انا بذلت عنايه، شغل محامين ودكاتره.
المهم ذاع صيته، قاموا الناس تتهل عليه، قام يشتغل، ومو بس كذي قام يسوي عروض وباكجات. تدرون شو الباكجات عنده؟ عنده عين خفيفه، عين قويه، وطبعا اكثر زباينه شنو؟ المعلمات. هذه تبي تحسد الناظره، هذه تبي تحسد المشرفه، عنده عرض المدرسات. الحين صار حاله حال اي مشروع ولكن دون ترخيص. احنا ما قاعد نتكلم هذه جريمه بالقانون مو جريمه، احنا قاعد نشرح هذه القصه. انتم متعودين علي كمحامي اطلع واقول لكم هذه جريمه وعقوبتها كذا، احنا اليوم قاعد نسرد هذه القصه. والحين بعد لا ضمان ولا استرجاع اموال، يعني يسوي شغله وانتم نصيبك. طبعا طريقه التعامل، الزبون يجي ويشتكي، يقول له الشكوى كامله، والله يبيك تحسد المديره ولا رئيس القسم ولا صديق او احد حاقد عليه مثلا، ويقيدها ويقول له خلاص روح والموضوع عندي. وللاسف تدرون شنو سبب انتشار هذا الامر في هذيك الفتره؟ ان المجتمع مؤمن في هذه الامور. وطبعا هو كان في منطقه شعبيه، وهذه المنطقه فيها مدارس، في مدرسه واحده عنده طلبات كثيره منها، وعين على المديره وعين على المشرفه. طبعا انا سالته عن طريق الشخص اللي كلمني عنه، قلت له زين يعني شلون انت عادي تضر الناس؟ كان يقول لا بكل براءة، لا انا ما اذي الناس، انا ممكن اعطل سيارته، يعني اعطل اموره، اوقف رزقه، توقف رزقه وما تاذي الناس، يبقى قطع الاعناق ولا قطع الاجزاء. وطبعا كنت ناوي اسوي المقابلة، حددنا موعد والتاريخ، ولكن ما ادري ليش جاني احساس قال لي لا تسوي هذه المقابلة. وطبعا بعد ما سمعتوا كل اللي قلنا لكم اياه، هل تتوقعون لو مسوي وياه المقابلة هل هي كانت فكرة ذكية؟ ولا الأفضل إني أكتفي بس إني أنا أقول لكم القصة؟ زين سؤال، هل تؤمن بالعين؟ أتمنى تكتب رأيك تحت، خلنا نتناقش بالكم. وطبعا لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب. وطبعا هذه القصة نموذج يعني انتشر وسمعنا عنه الحين وانا نقلت لكم اياه، ولكن قولوا لنا تجاربكم مع الناس اللي عينها حارة. هل مرة في واحد يحسدك؟ واللي عنده قصة وحاب يتواصل ويانا ونقولها، اكتبها لنا في الكومنت وبإذن الله نقولها في هذا البرنامج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورسالة إلى صاحب هذه القصة، أرجوك داخل على الله ثم عليك، اعتقنا والله العظيم مو ناقصين، والله مو ناقصين، قول ما شاء الله واذكر الله.